السلام عليكم. تحية خاصة للناس اللي ساكنين بوحدهم الزوافرية، سواء عايش في الغربة سواء عايش في البلاد، لأن الصراحة حياة باش تعيش بوحدك ما ساهلاش. وإلا كنت مريح كان طيب قلت ما كيميداش نطلق ندير هاد الفيديو، أول مرة غندير فيديو في الدار، ماشي في الدار، أول مرة غندير فيديو بهاد الستيل هذا ديال أنني كنطياب وقلت زعما نبارطاجي معكم هاد ليكسبيريونس ديال بنادم عايش بوحدو. شوف، إلا كنتي قادر تعيش بوحدك بلا عائله بلا اصدقاء بلا والو، عارف راسك بانك حديدي، وعارف راسك بانك وصلت لواحد النيفو، واحد النيفو ما ساهلش. لان خصوصا الانسان تيكون ديجا كان مزواج ولا كان، دابا انا كنت مزوج وليت بوحدي، عاوتاني كتكون صعيبه. عاوتاني واحد خويا اللي كان عايش مع العائله ومشى لبرا، مشى للغربه ولا شي حاجه، تيحس براسو تما من تما باش كيعرف راسو بانه واش حديدي ولا ماشي حديدي. يعني يا اخوان، العيشه ديال بوحدك الا كنتي مرتاح فيها راه كتحس بواحد الحلاوه، راه ما يمكنش، راه لا توصف. وهاد الحلاوه ما غادي يعرفها الانسان اللي مدوز. يعني ما كاينش اللي غيبرصدك، ما كاينش اللي غادي يقول لك هادي حيد هادي دير هادي، غتشرب في كاس تخليه، غتمشي تخدم غتجي غتلقى باقي في البلاصه ديالو. هذا هو لافونتاج انك تكون ساكن بوحدك. غير هي ملي كتكون ساكن بوحدك عوى عميك، خاصك تخلص كرا ديالها، خاصك طياب، خاصك تصبان، خاصك تنصر الحويجات ديالك، خاصك دير اي حاجه بوحدك. كانك بحال دابا انا عايش في البلاد بحال انا عايش في الغربه، يعني بحال عايش في الغربه. شويه صعيبه ولكن مع الوقت كتادابط. بحال دابا انا تقريبا عامين وانا ساكن بوحدي، تنخلص كرا ديالي، ماكلتي شرابي، امور ديالي. المهم ما عنديش شي دار مفرقعه واعره، ولكن عندي دويره مهم احسن من شي وكفس من شي. هادشي نقدر نقول لكم. غير هي الاخوان بالنسبه للانسان اللي تيفكر تيقول اجي واحد النهار غنسكن خصوصا البنات العيالات تيقولوا غنسكن بوحدي ناري، المهم تي ناري، راه ما كاينش شي حاجه صعيبه. طبيعه الحال في الايام الاولى كتكون شويه قاصحه، لانك كتكون داخل في واحد، كتكتي في واحد الريتم وغتدخل في واحد الريتم اخر. الريتم اللي كنتي فيه وانا كنتي وسط العائله، وسط صحابك، كنتي مزوج، كنتي ما مزوجاش، غتولي عايش بوحدك شويه قضيه صعيبه. اما من بعد صافي، من اين فوا كتضرب واحد 6 شهور 8 شهور صافي كتادابط، خصوصا اللي كنتي في واحد العلاقه مثلا وانت ما مرتاحش فيها. اصاحبي ملي كتحيد ديك العلاقه، ملي كتولي مريح ملي كتكون بوحدك كتريح مع راسك اصاحبي، راه كتعيش واحد الحياه. راه ما بلا ما نوصف لكم، راه الانسان دابا اللي غيشوف هذا الفيديو، ربما الفيديو ما غيمشيش، ما غيتفرقعش. المهم اللي غيوصل له هذا الفيديو وعايش بوحدو غادي يفهمني، غيذوقني اش نهضر. راه الحياه ديال بوحدك راه حياه راه واعره اصاحبي. راه لا تنسى، راه دابا النصارى، علاش دابا النصارى ملي كيدير 18 عام والمراه ولا راه دري ولا دريه تيخرج يخلي والديه يمشي يدير الحياه ديالو. النصارى فاهمين الحياه وعارفين الحياه بانها ما خاصكش تبقى معول ومتكي على العائله ديالك والفاميليا ديالك. راه على ليبوك يامات المسلمين يامات الجاهليه راه كانوا مسلمين، راه كانوا صافي، راه كانوا مسلمين. ملي صافي كيبلغ تيمشي يقلب على راسو، راه ما يمكنش يبقى مريح مع دار. راه يا انسان داك مع الوقت الانسان تغير ليه السلوك ديالو. حتى حنايا في المغرب الانسان واخا كيتزوج يعيش مع عائلته، يعيش مع والديه، لان بزاف د الحوايج ما يقدرش يديرهم. لك باغي يخرج هو يكري ولكن ما قادرش، دونك تيضطر كانه كيسكن مع العائله ديالو. ولكن عاوتاني كاين اللي عاوتاني كينسى راسو، تيبقى مع عائلته تينسى راسو، ماشي عارف راسو هو ما يمكنش يسكن يعيش مع مرتو ولا هي تقدر تعيش وياه. اللي هذاك شحال من واحد كيتلقى تزوج وبقى عايش مع دار. المهم هذا ماشي هو موضوعنا. موضوعنا هو ان النعمه ديال انك تعيش بوحدك وكتكون عندك السقيل في الدار وكتاكل في خاطرك وكتنعس في خاطرك وكتفيق في خاطرك. يعني الانسان اللي عايشه التجربه هذه راه واحد التجربه اللي زوينه صراحه. ما انا عمري كنت كنتخيل راسي من واحد النهار غنعيش بوحدي صراحه، ولكن شي ظروف اللي خلوني انا نعيش بوحدي، وانا ممتن انني قدرت نعيش بوحدي. خصوصا انا باقيين في البلاد، واحد النهار نقدر نكون نمشي لبرا، نقدر نمشي شي بلاد، ولا نقدر نمشي شي دوله قريبه هنا ولا بعيده. المهم بحال ضربت شي واحد ستاج، ضربت شي واحد ترينينغ قبل ما غادي تدخل في واحد ستاج صعيب على ستاج. يعني اخوان
بغيت نوصل لكم هو ان النعمه ديال تعيش بوحدك نعمه زوينه، والله حتى نعمه ماشي نقمه، والله حتى نعمه. شي انفا ربي عزلك على البشر راه فيها ميساج، بلا ما تحسبها راه بان تقول لا راه انا غنبقى نعيش مخلوي. وماشي اي واحد يقدر يعيش مخلوي، وماشي اي وحده تقدر تعيش مخلويه. مازال المراه نقولوا صعيبه عليها، ولكن الراجل راه خاصو يدوز هاد السطاج هذا. شي الا كنتي باقي عندك مشكل بانك ما تقدرش تعيش بوحدك، راه عندك مشكل خصك تخدم عليه يا معلم، خصك تخدم عليه، لان عندك واحد المشكل ربي كتب ليك بانه بغى يتيستيك. يعني انت خاصك تكون انت على القرص. يعني ماشي غتبقى تقول راه ديما انت ديما ماشي غتزادي شي في واحد الدار غتبقى في ذاك الدار وغتعيش في ذاك الدار وغتموت في ذاك الدار. واحد النهار خصك تقلب على راسك، وما يمكنش تبقى مع والديك، ما يمكنش تبقى مع خوتك، خصك تخرج من البيضه. دابا انت بحال شي فلوس وسط البيضه، شي دابا انت وسط داركم، ولا انت عايش مع صحابك ولا شي لعيبه، راه انت باقي وسط البيضه. شي نقدر نقول لك حتى اللي ساكن زوفري خارج على بعيد على دارهم وعايش مع صحابه، راك باقي انت في البيضه. شي باقي ما خرجش، باقي ما عايش بوحدك، راك باقي في البيضه. راه من نجيبها لك من الاخر، يعني احساس واعر انك كتكون عايش بوحدك صراحه. يعني كتحس بواحد العظمه، كتحس براسك بانك راجل، كتحس براسك بانك فهمتيني، بانك فيما حطوك فهمتيني غيهزوك يحطوك في اي بلاصه غادي تكالي الصحراء على راسك، فهمتي؟ ما غاديش تبقى تقول فين هي امي، فين هي با، فين هو فلان، فين هو فلان. المهم اللي عنده والديه باقيين في الحياه الله يخليهم ليه، ولكن انت ديما دير في بالك بان والديك راه ما عندكش، وحاول شي دابا انت واخا تعيش مع داركم، حاول قول واحد النهار نخرج نكريا واحد 3 شهور 6 شهور ونجرب ديك الحياه ديال انا ما عندي حتى شي واحد. حاول تجربها،